اكو ولد عندكم هنا عامل نظافة، مهندس نظافة يسموه، حتى واحد يحترمه. هالشكل الناس تحترم كرامة الإنسان في خارج العراق، يسموه مهندس نظافة. احنا شو نسميه؟ شو القضية؟ كل احنا نصيح له ابو الزبالة. شو سكت؟ ماكو ولا ما حد يقول ابو البلدية ابو الزبالة. شو قضيتكم؟ قولوا يلا. شو كنا نقول هالشكل؟ الله يرحم والديك والله يا اخوي، ابو البلدية ابو الزبالة. هو مهندس نظافة، عامل نظافة. تدرون هذا خارج العراق أنا رايح في دول راتبه أكثر من راتب المهندس، من راتب مهندس البلدية نفسه، راتب هذا العامل أكثر منه. هاي بس عندنا احنا الأمور كلها بالمقلوب تمشي. زين، هذا جزاه الله خير، يحترم المفروض لو يهان؟ هذا سؤال. زين، هو إنسان لو مو إنسان؟ إلى كرامة عند الله لو ما إلى كرامة؟ ما اختلفنا على هذا الرأي. يومك واحد عندكم هنا مسكين مهندس نظافة خطية، عامل بالبلدية، خلينا نقول مثل ما لغتنا الدارجة، يقول أني أجهب بيوت، أدق بيبان، أريدهم يزوجوني، مني يسمعون بي أشتغل بالبلدية ما حد يقبل يزوج. طبعا أنا متأكد هو من يروح يخطب منين يخطب؟ أكيد يخطب من بيوتات الشرف، وما معقول يروح البيت مخوش ويخطب من عنده. زين، ليش ما تقبل الزوجة مثلا؟ ليش؟ بشر مو بشر؟ لأن فقير إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. زين، ياهو الأفضل اللي حكيت لكم عنه البارحة، هذا الحرمي أبو الربا، لو هذا أفضل شو تقولوا له؟ وحق الحسين هذا عامل النظافة يروح فدوة ب1000 واحد مرابي تكرمون للجزمة اللي يلبسها عامل النظافة. أجلكم الله وأجل الله سامع. للجزمة اللي يلبسها عامل النظافة يروح فدوة 1000 واحد يطلب الربا. تروح فدوة حرامية البصرة إلى وللحاوية لازمها بيده. حرامية، ايش قد عندكم حرامية؟ يروحون له فدوة والله العظيم. حاشا السامعين. ليش ما تقبل الزوج؟ وين زين، وكنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش خير أمة؟ احنا امس ايش قلنا؟ شنو الشروط اللي خلاها الله بهاي الأمة المرحومة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون. زين، هذا من تطرده وما تطيبتك، هذا منكر لو مو منكر؟ زين، قواعد الزواج اللي خلاها إن النبي بيها لا تزوجون العامل ولا تزوجون البنا ولا تزوجون الخباز ولا تزوج البقار ولا تزوج النجار ولا تزوج الفلاح، بيها لو لا جاوبوني الله يرحم والديكم. ما بيها. شنو القواعد اللي حطها النبي؟ حط قاعدتين: من رضيتم خلقه شنو ودينه. عنده دين وعنده اخلاق الطي، والباقي على الله سبحانه وتعالى. مو يمكن انت هاي بنتك اللي يجي عليها عامل النظافة، ممكن هذا عامل النظافة اذا ياخذها يعيشها ملكة. ترى شوف يا ما نسوان سكنن قصور بس عاشن بذلة ومهانة، كرهن الساعة اللي يزوجن بيها، وترجع بعدين على قلبك لأن رجلها عنده عانتين ثلاث. ويا ما نسوان تزوجن بفقر وبإيجار وبصرايف، بس والله تجي تلقى الصريفة مالتها عايشة وكأنما بالجنائن المعلقة. ليش؟ لأنه لقت السعادة مع الزوج الصالح. لقت السعادة مع الزوج الصالح. شو اسوي بي أنا؟ مليان فلوس وشهادات وهو لئيم ابن لئيم، أنا شو اللي بي هذا؟ وتجيب لي واحد فقير مثل هذا يحترم بنتي ويحترم المرأة اللي أنطيه إياه ويدللها وما يتجاوز عليها ويخلي لها كرامة. يا هو الأفضل. شنو فلوسه بمن راح تفيدك؟ وشهادته هذاك بمن راح تفيدك؟ وجماله وشكله بمن راح يفيدك؟ ما راح يفيدك بشيء. راح تفتر شو قدك من عندنا عوائل زوجوا بناتهم ورجعنا على قلوبهم. أكل وما أكل. تالي قابلها الأب أجلكم الله الغبي لأن ما عرف يختار لها قسمة صحيحة، يقابلها ويظل يبكي عليها. ليش؟ لأن ما انطب انت لله. الآن نسب الطلاق المرعبة اللي جاي تصير، بس محكمة الكرخ قبل شهرين قبل شهر محرم قالوا لي حصيلتها 6000 وما أعرف ايش قد حال الطلاق. بس بغداد الكرخ دزوا لي عنها تقرير بسبب غباء الآباء مع احترام للسامعين وغباء الأمهات كذلك. لو أم وأب يتعون البتهم، لو أم وأب يتعون الابنهم وتطلع هاي الإفرازات. لو الاختيار الخاطئ صراحة تقول لي واحد يجوز يسألني
يقول شيخ ادري هذا اللي يجي يخطب بنتي قابل خياره وضوقه. لا، مو خياره وضوقه. انت اول ما يتقدم عليها اولا انت راضي هذا عنده دين؟ هذا اول سؤال. السؤال الثاني، راح تعطي بنتك قربة الى الله. لو اكو حسابات براسك، حسابات مثل ايش؟ حلو يجوز، عنده فلوس يجوز، عنده شهاده يجوز، عنده وظيفه يجوز، منطيها على حساب ذني. لو منطيها لوجه الله، اذا انطيتها لوجه الله انا ابصم لك بالعشره، تعيش احسن عيش. بس اذا انطيتها لاجل هاي الحسابات، والله هذا موظف، والله هذا عنده دينار، والله هذا ما اعرف شنو، والله هذا بيته حلاله، والله هذا لا لا، ما تنجح. ولهذا نسب الطلاق المرعبه اللي جاي تسمعوها جزء مهم من عندها هو هذا اللي جاي يصير. عامل نظافه يدق بيبان الناس، كادح يعيش بشرف. شوف مجتمعنا وين يريد، وتقول ربي ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. عمي ما يستجيب لنا، لأن احنا ديننا لاعق على ألسنتنا، شعار بلا شعور، مع احترامي لكم. نفس هذا عامل النظافة، خليه يروح باكر يصير حرامي، خليه ابوك خليه يركب سيارة زينة، خليه يحط له بيت كبير، وخليه يروح نفس الخطب هن تعطيهم يعني تعطي له ما تعطي. كيفكم بعد انتم تصدقون ما تصدقون؟ هذا واقعنا. اني ابنكم وانتم اخوتي، يعني انا من عندكم، ما جاي من احكي عنكم، احكي عن نفسي نفس الشيء. ترى ما جاي انزه نفسي، انا واحد من هذا المجتمع. اذا مجتمعنا يعرف الدين، ماكو واحد ما يعرف الدين. ترى ماكو واحد ما يعرف الحلال والحرام، ما حد ما يعرف شنو يريد من عندنا محمد صلى الله عليه واله. كل احنا نعرف، بس جيب التطبيق. الحكي من يصير يمي اغمض عيني وافتح عيني، اذا يمي غيري لا بالله انا اوقف على غيري هالشكل. فاكو خصومه دنيويه، خصومه عفوا محببه اخرويه، وخصومه مبغوضه دنيويه. الخصومه المحببه انك تخاصم انسان لوجه الله. النبي صلى الله عليه واله خاصم قريش، وقف بوجوههم، هم ومشركي مكة وقف بوجوههم هالشكل، خاصم علما على حساب نفسه له لوجه الله. اللي هنا وتنتهي قصتنا لهذا اليوم. وإذا عجبكم الفيديو لايك للفيديو، لا تنسون الاشتراك في قناة قصص واقعية على اليوتيوب وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد وأول بأول. تقبلوا تحياتي، أنا علي الوهادلي، وإحنا وياكم انتظرونا بحلقة جديدة وقصة جديدة. في أمان الله وحفظه، دمتم سالمين. مرحبا بكم في قناة قصص واقعية. قناة قصص واقعية هي الحل الأمثل لكم ولكل فرد. كل فرد بداخله قصة معينة وما يقدر يوصلها للناس، تريد تقدر توصلها للناس، تفضل من خلال قناتنا. عندك موضوع معين ببالك وتريد تنشره، عندك فد مسألة معينة وتريد ردود من الناس ونصائح، كل هذا وتقدر تسويه من خلال قناة قصص واقعية. تفضل عزيزي اتصل، الرقم موجود بالوصف، او تقدر تتواصل ويانا من خلال برامج التواصل الاجتماعي، واتساب، فايبر، ايمو، تيليجرام. إذا كانت هذه لك أول زيارة لقناة قصص واقعية، ننصحك تشترك بالقناة وتفعل الجرس على متحصل كل شيء جديد من قناة قصص واقعية. قناة قصص واقعية، الحل الأمثل لك ولكل فرد.